السلام عليكم خوتي خواتاتي، نتمنى ان شاء الله نلقاكم في هذا الفيديو على خير وبخير، اتم الصحه والعافيه. غبرت وطولت عليكم الغيبه، ولكن ماشي بالخاطر ديالي، للظروف واحكام. دوزت صراحه واحد الظروف متابعه اللي كانت صعيبه عليا شويه. الحمد لله على كل حال، والحمد لله اللي كتجي من عند الله كامله مرحبا بها. نحمد الله ونشكره على السراء والضراء. المهم جيت نشارك معكم واحد الفيديو ديال الاجواء ديال عيد الاضحى. واخا انا ما كنقربش العيد، ما كنشوفش الذبيحه وداك الشيء. المهم ضروري كنشارك في الحاجات اللي كنقدر عليهم. المهم بحكم فهاد العيد هذا كنت مريضه، ما قدرتش صراحه الله نوجد شي حاجه اللي هي بزاف، نوجد الحلويات ولا شي حاجه. المهم وجدت واحد شي حاجه بسيطه. المهم حطيت مع الطبيله ديالي هذا الديكورات هادو اللي غادي نهضر لكم عليهم من بعد ان شاء الله. عندي واحد المفاجاه ان شاء الله غتلقاوها في الفيديوهات المقبله ان شاء الله. المهم هذه هي الطبيله ديالي قبل القل الذبيحه. فهاد الوقيته هادي كان الزوج ديالي مشى عند الام ديالو كيذبح لها مع يعني خوتو تما ساكنين يعني مع الام ديالو، كيتعاونوا فيما بيناتهم حتى كيسالي عاد كيجي عندي باش كيذبح لي الحولي ديالي. بحكم انا ما كنقدرش نقرب ولا نشوف الذبيحه او لا نشوف شي حاجه. المهم هادو وليداتي كانوا كيفطروا ما صبروش صراحه بالجوع. المهم كانت بنتي مسكينه تهرست، الحمد لله اللهم لك الحمد. غادي نهضر لكم عليها في واحد الفيديوهات اخرين ان شاء الله. ومرحبا بالتعاليق ديالكم كامله، واللي عنده شي اسئله مرحبا به والف مرحبا، وغادي نجاوبكم ان شاء الله سواء في التعليقات او نحط لكم فيديو على الاسئله ديالكم. المهم من نهار ثاني العيد نضنا قطعنا الحولي في الصباح. سبقنا منه هو الاولاني، غير فطرنا جمعت الطابله صافي نضنا نلحم باش ما يخسرش. المهم هنايا قطعت اللحم ديالي كامله، كنعمل 2 أو 3 ديال التطيبات في البلاستيكه وكنعملهم متساويين. انا كنوريكم كيفاش يعني كنستف يعني داكشي عشوائي، ماشي زعما كنستف يعني شي حاجه معاوطه ولا هادي، على حسب داكشي اللي عندي موجود كنستف باش كنحاول ما امكن نخلي لي سباس في الثلاجه. المهم هنايا دوزت هذا الشيء هذا. اول مره انا زرقه في هذا الشيء هذا، ما كان عمري ما اديت هذا الشيء ديال المصارن وهادشي هذا كامل عمري ما اديته، اول مره كنقطعهم ولكن بالمساعده ديال الزوج ديالي. من غير ديك هاد الريه هادي جبرت فيها بولسيس بزاف، ديك بولسيسات بزاف كتر من اللي كتخيلوا. كنجبر 2 3 في بلاصه وحده. وهذا الشيء جاني غريب، ما عرفتش مناش واش يعني الحولي كان كيكون عطشان، واش ما عرفتش واش كان كيتغير، ما عرفتش علاش خرجوا هاد البولسيسات، مع ان الكبده جميع الاعضاء كانوا زعما يعني مزيانين من غير ديك البولسيسات اللي في الريال. المهم هنا بديت كنعدل هاد الشيء ديال الكرش. كنعدل 2 تطيبات غير راجلي حيت هاد العام قال خصو، لان عمري ما كنخليهم، دائما كنعطيهم الماما كل مره وكيفاش. اللي بغى يدي شي حاجه كيديها. المهم هذيك عملت واحد الدجاجه محمره مجمره عملتها، ولكن عملتها الغدا صدقنا. تعشينا بها مجموعين في الدار ديالنا، بحكم انا دابا حاليا ساكنه مع حدا ماما وخوتي جاو تعشينا، عملوا اللحم وعملت ديك الدجاجه وحمرناها وتعشينا مع بعضياتنا. المهم هنايا دوزت الكفته والقطبان خليت شويه ديال الكوتليت والكبده. المهم عملت لهم الملحه، سكينجبير، الخرقوم. عملت التومه الكبده والقطبان والكوتليت. الكفته ما عملتش فيها القطبان نهائيا. عملت الابزار ليلهم كاملين بهم. القزبر والمعدنوس مخلط، كل حاجه عملت لها بالقياس ديالها. هنايا الكفته زدت الربيع على هيداك. المهم عملت البصله مشلده رقيقه. زدت لها العطريه ديال الكفته وزدت العطريه ديال الكفته. الكبده عفوا القطبان والكوتليت عملت فيهم البصله محكوكه. ضروري كتجي واحد البنه يا سلام كتجي، وما كيجيوش كيقهموا صراحه الله كيجيو مزيونين. انا الكوتليت ما كناكلوش، عدلت شويش نراجلي وصافي. نهار نبغيو نشويو والقطبان غادي نجبدوا معاها الكوتليت. هنايا الكفته خلطتها. المهم بحال اللي الشكل اللي كندير لك العجينه باش كتخلط كامله. وزدت شويه العطريه على اللي عملت لها في الاول. المهم كيبقى تنا كتخلط وانت كتشوف واش ناقص ولا زايد على حسب. هنايا عملت هاد الطحال، عمرته بالكفته حتى هو شرملته وعمرته بالكفته. الله اعلم شكون غادي يكتب له لي ياكلوا، حيت حنايا ما كناكلوهاش. المهم حطيته وصافي.
انايا شديته بواحد الباليو باش الا طاب ولا تشوى ما كيخرجش من ديك العماره منه. هنايا بقيت كنستف الكوتليت ديالي. المهم كبده، الكبده خلطت شويه ديال اللحم وشويه ديال القطبان والكبده مع بعضياتهم، باش حتى شنا البنات عندي ما كياكلوش الكبده، ضروري خلطت لهم. صدقوا حتى الصغيره ما كلاتليش اللحم نهائيا، الشوا نهائيا، لا كفته لا شوا لا حتى شي حاجه. المهم كنستف بهاد الطريقه هادي باش ما كيديوليش لي سباس بزاف في الثلاجه، وفي نفس الوقت يعني كنستفهم مع والطين حال جهه من فيها اللحم كفت الشوا فوق منه الكفته. انايا الزوج ديالي كان كيشوي، هادو هما القطبان ديال الكبده وديال ديال القطبان ديال الكبده وديال الشوا. ما تضحكوش على اختكم، حنايا ماشي وكالين في هادشي ديال اللحوم صراحه الله. داكشي عندنا الماكله ديالو ضعيفه فيه. المهم الحمد لله. المهم هنايا نهار ثالث عيد، دوزنا هبطنا للبحر، هو المتنفس الوحيد اللي قريب لي. هذا الرياض ديال فيلا هاريس، انا في طريقي دابا في الرياض، مشى الجهه ديال مالاباطا بطنجه بطبيعه الحال كاع طنجه. المهم هذا الرياض هذا غزال مزيون نقي، الهواء فيه واعر. صراحه الله فيه واحد ليسباس واعر محترم، حتى الناس اللي كيجيو ليلو ما يعني العائله تقدر تجلس مع بعضياتها وهي مرتاحه، ما كتسمعش ديك الكلام النابي اولا شي حاجه بحال هيدا، ما كايناش نهائيا، ولا ديك التصاره وداك الشيء. صراحه كتجلس نتينا مرتاح وليداتك قدامك. المهم واحد الجو صراحه الله واعر. ودابا حاليا ولاو كيعملوا فيه المناسبات بحال مثلا عيد ميلاد، التخرج، حفله جنس الجنين، كيعملوا فيه بوفيات. صراحه الله واعر واعر هذا الرياض هذا. المهم هذا الطريق ديالي في الطريق ديال فيلا هاريس، ماشي بحال على الجهه ديال مالاباطا. هذا اوتيل موفين بيك. المهم هو معروف بكازينو، ولكن هو متفرق، كازينو بوحدو واوتيل موفين بيك بوحديتو، ولكن دا الشهره ديال الكازينو. يعني كاين الناس اللي غتقول لهم كازينو غادي يعرفوه، قلتي موفين بيك قليل اللي غادي يعرفوا. انا باغي بغيت نوضح هذه المعلومه، لان موفين بيك بوحديتو وكازينو بوحديتو. هذا هو البحر ديال مالاباطا. هنايا بصوت كيبانو يعني البنات شويه. المهم حاولت نصور لكم غير بعض اللقطات من البحر. بحكم يعني كاين الناس مخلطه، يعني كل واحد الحريه الشخصيه ديالو، اللي يبغي يتصور واللي ما يبغيش يتصور. يعني حاولت ما امكن نصور غير البنات هما كيلعبوا. المهم نخليكم على حقة الاجواء ديال البحر. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تضغطوا على لايك، تشتركوا في القناه اللي باقي ما مشاركش، تفعلوا زر الجرس، واللي مشارك وما توصلوش شي جديد يلغي الاشتراك ويعاودوا من جديد يعاود تفعيل الجرس. وما تبخلوش عليا بالكومنتيرات الزوينه ديالكم اللي كتشجعني واللي كتحفزني. ان شاء الله غادي نستمر وغادي نحط لكم، مازال عندي المفاجآت ان شاء الله غادي نحط لكم ان شاء الله، وغادي نستمر في القناه اللي كنت يعني نوعا ما سمحت فيها الضغط من الدروس اللي دازوا عندي. الحمد لله اللهم لك الحمد على كل حال. خليكم قادرين على خير وبخير، وما تنساوش تبارطاجيو مع الاحباب ديالكم والاصحاب ديالكم. وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم، الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.